كل حاجة كبيرة بدأت بفكرة، والفكرة يا إما ترفعك لفوق يا إما تدمرك. السؤال هنا، هل أنت مسيطر على أفكارك ولا أفكارك هي اللي مسيطرة عليك؟ قصة سيدنا يوسف دليل واضح. لما كان طفل صغير شاف رؤية في المنام إن القمر والنجوم والشمس بيسجدوا له. إخواته شافوا إنه مجرد طفل صغير، لكن هو شاف نفسه ملك، ومع إنه اتباع كعبد واتحبس ظلم فضل متمسك بالرؤية اللي شافها لعند ما بقى عزيز مصر. الفكرة بقى إن سيدنا يوسف لو كان رضي بكلام الناس وبكلام إخواته كان زمانه مات في البئر. يعني اللي عايز أوصله لك إن الفكرة اللي في دماغك هي اللي بتحدد مستقبلك، مش كلام الناس ومش الظروف ولا حتى امكانياتك الحاليه. ربنا قال واوحينا اليه لتنبئنهم بامرهم هذا وهم لا يشعرون. يعني حتى هو طفل مرمي في البئر كان عنده يقين واضح انه هيحقق اللي شافه. فكر صح وشوف نفسك في المكان اللي نفسك توصل له وابدا تحرك نحوه. ولو عاوز تعرف ازاي تسيطر على افكارك وتستخدمها لصالحك، انا لخصت الكتاب بالكامل في فيديو على اليوتيوب، هتلاقي اللينك بتاعه في البايو او تحت في الكومنتس، وما تنساش تعمل فولو.